بيبدأ الفيلم في مستشفى والدكتور مستغرب جدا، بيقول ايه لازمتها الاشعه دي كلها علشان واحد اتعض في ايده. فراح قايل للممرضه انا شوفي لي المريض ده فين. راحت انا بصت في السيستم لقت الراجل ده اتبعت للعنايه المركزه، ودي حاجه اغرب علشان عضه يدخل العنايه المركزه. وبعد كده انا بعد ما خلصت الشيفت بتاعها روحت بيتها لجوزها لويس، وعلشان كانوا تعبانين ناموا بدري وما خدوش بالهم ان التلفزيون قطع البرنامج بتاعه علشان في نشرة أخبار مهمة. وتاني يوم الصبح لويس صحي لما شاف جارتهم فيفيان واقفة بره الأوضة. لما قربت من النور لويس اتخض لما شاف دم مغرق وشها. قال لأنا تتصل بالإسعاف فورا وراح ناحية البنت علشان يساعدها. فجأة فيفيان عضته في رقبته. أنا جريت وزقت فيفيان في الطرقة ولويس وقع على السرير، بس فيفيان لسه بتحاول تهجم تاني. أنا خافت جدا وقفلت الباب بسرعة، وبعدين راحت تطمن على جوزها وغطت الجرح بتاعه بكيس مخدة. وبعد كده حاولت تتصل برقم الطوارئ، بس التسجيل بيقول إن الخطوط كلها مشغولة وفيفيان لسه بتخبط على الباب. لويس مات على السرير، بس في ثانية واحدة فجأة صحي تاني زومبي وهاجم أنا اللي قدرت تزقه وتاخد مفاتيح العربية قبل ما يبدأ يرمي في العفش. أنا جريت تستخبى في الحمام، بالغلط وقعت في البانيو. بعد كده حاولت تفتح الشباك بس كان قافش. في اللحظة دي البيت كله سكت، فراحت قربت من الباب وقالت اسم جوزها. لويس رد عليها بانه كسر الباب ودخل. فانا حاولت تفتح الشباك تاني والمره دي عرفت تفتحه، وهي طالعه لويس حاول يمسكها فراحت رفصته برجليها قبل ما تنط من البيت. وفي الشارع الناس بتجري وخايفه، بيوت كتير مولعه وفي تفجيرات باينه من بعيد. انا حاولت تسال جارها عن اي معلومه بس الراجل قال لها تبعد عنها وهددها بالمسدس. فجاه عربيه اسعاف دست عليه ومشيت من غير ما تطمن عليه اصلا. لما لويس طلع من البيت انا ركبت العربيه بسرعه، بس لويس نط عليها وقعد يخبط على الشباك. الحمد لله وقع لما انا بدات تسوق. صعب تسوق في المدينه علشان سواقين تانيين بيتصرفوا بجنون، وناس ساعات بترمي نفسها على العربيات وتطلب المساعده. المذيع في الراديو بيقول للناس يقعدوا جوه ويقفلوا كل الابواب والشبابيك، وكمان بيقول ان حتى القواعد العسكريه مش امان. في النهايه انا وصلت للطريق الرئيسي وفي حوادث وتفجيرات اكتر، ده غير الزومبي اللي بياكلوا اي حد بيظهر. انا صرخت لما حد فجأة فتح الباب علشان يشدها، زقت الراجل وحاولت تسوق تاني. في الخناقة دي العربية خرجت عن الطريق وخبطت في الشجرة. وبما ان كارثة الزومبي سيطرت على العالم، السلطات بتحاول تتكلم مع الصحافة بس مش عارفين ايه اللي حصل ولا ازاي يعالجوا الموضوع. الناس بدأت تعمل شغب في الشوارع وتطلب من الحكومة تعمل حاجة، فالجيش نزل المدن علشان يحاول يسيطر على البني ادمين والزومبي. المستشفيات بقت مليانه على الاخر والمباني بتتفجر كل يوم. لما انا فاقت لقاها ضابط شرطه اسمه كينيث، واللي خلاها تقول حاجه علشان يتاكد انها مش زومبي. مشوا مع بعض وقابلوا 3 ناجين تانيين، فتحوا عليهم النار لغايه ما فهموا انهم مش زومبي برضه. ال3 دول جربوا طرق كتير وكلها مليانه زومبي، فالكل اتفقوا يروحوا المول احسن. وهم بيحاولوا يكسروا الباب شوية زومبي قربوا، فكينيث ضرب الرصاص على القفل وعرفوا يدخلوا. قبل ما يعرفوا يقفلوا الباب زومبي عرف يمسكه، بس كينيث بسرعة ضربه برجله لبره والباب اتقفل في الآخر. بعد كده نوروا النور بس التليفون مش شغال، لقوا نفسهم في محل أبوابه مقفولة، فراحوا راميين حاجة على الشباك علشان يدخلوا المول نفسه. وأنا بتغسل الدم اللي عليها كله في نافورة. راحوا بصوا على الأبواب الرئيسية وتأكدوا إنها مقفولة برضه. أندريا ومايكل اتطوعوا يشوفوا المداخل التانية، وباقي المجموعة بيراقبوا المدخل الرئيسي. في المخرج الخلفي أندريا اتخض لما شاف زومبي لازق في الإزاز، بس الحمد لله الإزاز ضد الكسر. وفي صالة الألعاب مايكل أخد شاكوش كبير من لعبة قبل ما يمشي ورا أصوات جاية من ورا الباب. زومبي نط عليه ووقعه على الأرض، فالشاكوش وقع واتكسر. مايكل عرف يبعد بق الزومبي عنه ومسك مقبض الشاكوش المكسور وطعنه في دماغه. وبنرجع للمدخل الرئيسي وزومبي ظهر ومسك لودا مرات أندريا الحامل. كينيث ضرب المخلوق بالمسدس بتاعه فالزومبي هاجمه هو بدل منها وزقه في النافورة، وده خلى كينيث يتعور في دراعه. وهما بيتخانقوا في المية أنا لقطت المسدس اللي وقع من كينيث وضربت بيه الزومبي. الرصاصة جت في كتفه بس عملت فتحة. ال3 بدأوا يجروا وتجمعوا مع الرجالة ودخلوا الأسانسير. لما وصلوا الدور اللي فوق لقوا 3 حراس مسلحين بيمنعوهم يدخلوا، وبعد شوية جدال أنا أقنعتهم يسيبوهم يقعدوا، بس الحراس خدوا منهم الأسلحة. وعلى التلفزيون بيتفرجوا على الفوضى والموت والدمار اللي سيطر على العالم. وعرفوا كمان إن الطريقة الوحيدة علشان يموتوا الزومبي هي إنهم يضربوا دماغهم. ضابط قال إن في حصن اسمه باستور آمن، وكينيث عرف إن أخوه بيشتغل هناك. بعد كده أندريا أخد لودا للحمام واكتشف ان عندها جرح في دراعها، بس علشان هو صغير فاعتبر انها مش حاجة مهمة. وانا بتدور على صندوق اسعافات اولية وبتنهار،
بس بتحاول تلم نفسها علشان تعالج جرح كينيث. مايكل بيقول إنهم لازم يسدوا أي مكان ضعيف في المول ويكتبوا علامة على السطح علشان لو في هليكوبتر جت تنقذهم. الحراس نزلوا تحت وشافوا الزومبي اللي بيتشنج في النافورة. ده كان حارس معاهم زمان، بس دلوقتي أصحابه مضطرين يضربوه في دماغه. بعد كده لفوا على المحلات التانية وضربوا أي زومبي لقوه. وبعد شوية الحراس رموا جثث الزومبي من على السطح، وباقي المجموعة خلصوا علامة الاستغاثة بتاعتهم. ومن على الارتفاع ده شايفين المدينة كلها وشايفين زومبي في كل حتة. لما سمعوا كام طلقة استخدموا المنظار علشان يشوفوا أندي على سطح محل الأسلحة بتاعه. كان ماسك علامة مكتوب عليها إنه لوحده، بس نزلها علشان يشاور على حاجة في السماء. في هليكوبتر بتعدي والمجموعة بدأت تلوح بدراعاتها، بس الهليكوبتر تجاهلتهم وطارت بعيد. وبالليل الحراس قفلوا على المجموعة في محل علشان ما يسرقوش أي حاجة. ومايكل بيقول إنهم لازم يعملوا حاجة علشان المساعدة مش هتيجي، بس أندريا فاكر إن الهليكوبتر هترجع. كينيث مش فارق معاه الجدال ده علشان هدفه الوحيد هو إنه يوصل لحصن باستور علشان يلاقي أخوه. وفي نفس الوقت الحراس بيتفرجوا على التلفزيون وبيسمعوا واعظ بيقول إن الزومبي دول عقاب من ربنا على خطايا البشر. وتاني يوم الصبح الكل صحي على المؤقتات الأوتوماتيك بتاعة المول واللي شغلت كل الأنوار والمزيكا. التلفزيونات كلها عليها تشويش، وده معناه إن الإشارة اتقطعت. الحارس تيري راح يشوف وحدة التحكم وأنا شافته، واللي أقنعته يفتح المحل علشان مجموعتها تروح الحمام. تيري وصل لوحدة التحكم وقفل المزيكا قبل ما يشوف كاميرات المراقبة، واكتشف إن في عربية نقل جاية على المول. لما تيري قال للكل كلهم جريوا على السطح وتناقشوا يعملوا إيه. أنا بتقول إنهم لازم يرحبوا بأي ناجين، بس سي جي وبارت مش عايزين يثقوا في أي حد غريب. تيري اختلف مع أصحابه، فمايكل وكينيث استغلوا الفرصة وضربوا الحارسين التانيين وجردوهم من السلاح. وتيري بيودي الرجالة لزنزانة المول، وأنا ولودا بيكتبوا علامة علشان يوجهوا العربية النقل للمدخل الخلفي. لكن العربية بدأت ترجع لورا وخبطت في المبنى، فأندريا ومايكل اضطروا يطلعوا يحاربوا الزومبي علشان يساعدوا. بيضربوا كل مخلوق بيقرب، وقتلوا عدد كبير منهم لغاية ما الرصاص خلص واضطروا يجروا جوه تاني. الحمد لله الناجين اللي في العربية النقل بخير. زقوا العربية على المول علشان يعرفوا يتسلقوا عليها ويدخلوا من غير ما يتعرضوا للخطر. ولما الكل دخلوا أنا أعلنت إنها هتكشف عليهم علشان تشوف لو في أي إصابات، بما فيهم ست تعبانة جدا كانوا بيزقوها. كينيث عايز ياخد العربية النقل ويروح بيها لحصن باستور، بس ستيف ونورمان شرحوا انهم جايين من هناك وان الزومبي سيطروا عليه برضه. كينيث حس بالاحباط وطلع على السطح وشاف اندي بيسأل عن معلومات. باستخدام علامة تانية كينيث قال ان الحصن سقط وان مفيش مساعدة جاية. اندي رد بسخرية وده خلى كينيث يبتسم. في نفس الوقت انا بتعالج اصابات الكل، وتيري بص على الست المريضة واللي فجأة ماتت. أنا أكدت موتها بعد ما كشفت على النبض بتاعها وغطتها بملاية. وفجأة الست قعدت والمجموعة بدأت تجري لما فهموا إنها اتحولت لزومبي. وأنا لقطت سيخ حديد، ولما الست قربت منها جدا راحت طعنتها في عينها. وبعد ما شافت الست دي بتتغير وفاكرة جوزها، أنا قالت للكل إن العضة بتاعة الزومبي هي اللي بتسبب التحول. فرانك اتعض وأنا عايزة تعزله، بس مايكل شايف إنهم لازم يموتوه قبل ما يتحول، وكينيث موافق على كده. أنا جريت علشان تحذر فرانك، وبنته نيكول طلبت الرحمة بس توسلاتها مفيش حد سمعها. ادوها لحظة علشان تودعه، وبعد كده أخدوا فرانك الأوضة مقفولة، وكينيث استناه يتحول علشان يتأكد من النظرية بتاعتهم قبل ما يضربوا في دماغه. والأيام بدأت تعدي والمجموعة بتحاول تسلي نفسها. كينيث بيلعب شطرنج مع أندي بكتابة الحركات بتاعتهم على اليوفط، وبارت وسي جي بيلعبوا كوتشينة في الزنزانة، وأنا بتحب تتفرج على أفلام مع مايكل، ونيكول وتيري بيرتبطوا وهم بيبصوا على النجوم، وستيف بيعمل شغل مع مونيكا لما ما يكونش بيلعب جولف على السطح. الكور ساعات بتخبط في الزومبي اللي بره، وعلشان الزحمة اللي بتتكون على مدخل المول بتكبر كل يوم، المجموعة غالبا بتكتب طلبات على اليوفط، وأندي بيضرب الزومبي اللي طلبوهم، وده بيوريهم تصويبه الممتاز. وفي ليلة الناجين كانوا بيتعشوا وبيحكوا قصص عن الناس اللي خسروهم لما النور قطع. أندريا جري علشان يطمن على لودا واللي كانت تعبانة جدا فربطها في السرير. بعد كده 4 رجالة راحوا يشوفوا المولد ولقوا دم على الحيطان، في حاجة بتتحرك في الضلمة، فالمجموعة استعدت علشان تضرب لغاية ما اكتشفوا انه مجرد كلب. مايكل نده عليه والحيوان شكله كويس، بس فجأة بدأ ينبح. فجأة زومبي ظهر على السقف ونط على بارت وعضه في رقبته. كل الدوشة دي لفتت انتباه زومبي تانيين واللي ظهروا في آخر الطرقة. المجموعة جريت على طول، بس فات الأوان على بارت واللي اتساب ورا علشان يبقى أكل للزومبي. كينيث ومايكل فتحوا بوابة علشان يعرفوا يعدوا، وسي جي ضرب زومبي في وشه علشان يعرفوا يقفلوها تاني. حطوا قفل على الباب علشان يكون آمن أكتر قبل ما يفتحوا النار علشان يقتلوا الزومبي واللي بيحاولوا يتسلقوا البوابة. مفيش رصاص كتير باقي، ولما الزومبي وقع
أخد جزء من البوابة معاه. مايكل لقى ترمبة بنزين فراح رش بنزين على الزومبي، وسي جي رمى ولاعة، وده سبب انفجار كبير حرق كل المخلوقات. أما أندريا بيتفرج على لودا بتاخد نفسها الأخير وبسها وودعها، ولما بص على بطنها الحامل اتصدم لما شاف البيبي لسه بيتحرك، بس اضطر يرجع لورا لما لودا صحيت وهي زومبي. وبحذر أندريا لقط حزام وحطه على بق لودا علشان ما تقدرش تعضه وهي بتولد. وفي نفس الوقت نورما فهمت انها ما شافتش لودا من زمان وجت تطمن عليها، بس لقت أندريا معاه بيبي ولودا بتزمجر في السرير. نورما على طول فتحت النار علشان تقتل لودا، وأندريا الغضبان رد عليها كمان بالرصاص. وبما ان نورما فضلت تضرب قتلوا بعض. باقي المجموعة سمعوا صوت الرصاص وجريوا على الأوضة علشان يسمعوا آخر كلام نورما. تيري عاوز يضربها، بس أنا أكدت له إنها ماتت من الرصاص ومش هتتحول. وبعدين بصوا على البيبي واكتشفوا إنها زومبي صغيرة جدا، فما فيش قدامهم حل غير إنهم يقتلوها. وبعد ما نقلوا الجثث وصلحوا المولد، كينيث قال للمجموعة إن الانتظار علشان تموتوا أسوأ من الموت نفسه، وأنا قالت إنها مش عايزة تموت هناك. مايكل قال إنه شاف أتوبيسين في الجراج فممكن يحاولوا يقووهم علشان يهربوا. ستيف عمل نكتة عن الإبحار في مركبه، بس المجموعة فهمت إن السفر لأقرب جزيرة فكرة كويسة، والكل بدأوا يستخدموا كل الأدوات اللي لقوها في المول علشان يقووا الأتوبيسين، وقضوا معظم وقتهم في شغل جامد. ولما أخدوا راحة للأسف مفيش ذخيرة كتير باقية، بس بيخططوا ياخدوا أندي علشان ممكن يكون معاه أسلحة زيادة. كينيث قال له عن الخطة باستخدام اليوفط، وأندي رد بكلمة جوعان، وده خلى كينيث يفهم إنه خسر كتير من وزنه. المجموعة لسه محتاجة وقت علشان تخلص الأتوبيسين، فلازم يلاقوا طريقة علشان يبعتوا أكل الأندي، وإلا مش هيعرف يصمد لغاية يوم الهروب. ولما افتكروا إن الكلب كان كويس أثناء الهجوم قرروا يبعتوه مع شوية مؤن وجهاز لاسلكي. النظرية بتاعتهم اتأكدت لما الكلب جري بين الزومبي من غير ما حد يهاجمه، بس لما أندي فتح باب الكلب الزومبي حاولوا يوصلوا لجوه. أندي على طول ضربهم وطيرهم وقفل الباب تاني، بس لما مسك الراديو قال للمجموعة إنه اتعض. نيكول اتجننت وركبت العربية النقل وراحت لمحل الأسلحة علشان تنقذ الكلب. ركنت العربية قدام الباب ودخلت المبنى والزومبي بيتسلقوا العربية. المجموعة سمعت نيكول وهي بتنقذ الكلب على الراديو، وكينيث بص على سطح المحل واكتشف ان أندي بقى زومبي واليافطة بتاعته عليها بقع دم بس. ولما أندي رجع لجوه نيكول اضطرت تستخبى علشان تتجنبه. كام راجل قرروا ينقذوا نيكول علشان دي فرصتهم الوحيدة علشان يجيبوا أسلحة أكتر برضه. بعد كده دخلوا المجاري بعد ما سابوا ستيف على الباب كحارس، وبعد مشي كتير طلعوا في نص الشارع واضطروا على طول يفتحوا النار علشان يبعدوا الزومبي عنهم. كينيث عرف يقتل كذا عدو، بس زومبي سحب المسدس من ايده في العملية دي. الرجالة اتسلقوا العربية النقل علشان يوصلوا للناحية التانية، ودخلوا المحل من خلال باب الكلب وقفلوا الباب قبل ما الزومبي يعرفوا يوصلوا لهم. وبعد كده لقطوا أسلحة على قد ما قدروا يشيلوا ومشيوا ورا أثر دم على الأرض لغاية ما لقوا أندي بيخبط على الباب. كينيث اعتذر لصاحبه قبل ما يضربه في دماغه علشان ينقذ نيكول في الآخر. هما محتاجين خطة كويسة علشان يعرفوا يرجعوا، فسي جي طلع على السطح ورمى خزان وقود وضربه علشان ينفجر والزومبي بيولعوا. المجموعة استخدمت التشتيت ده علشان تجري في الشارع وضربوا أي مخلوق مش بيولع لغاية ما رجعوا للمجاري. كام زومبي زقوا تكر ووقعوه في الحفرة وده خلاه يكسر رجله. سي جي قال للتانيين يكملوا وهو هيستنى يساعد تكر، والزومبي بينطوا في المجاري برضه، فسي جي ضرب كام واحد فيهم قبل ما يدي الأسلحة لتكر. كده سي جي يقدر يسحبه على الأرض وتكر يضرب على المهاجمين اللي جايين. للأسف عددهم كان كبير جدا وعرفوا يوصلوا لتكر وبدأوا ياكلوه. تكر طلب من صاحبه يخلص عليه بسرعة، فسي جي ضربه في دماغه قبل ما يجري علشان يلحق التانيين. في النهاية المجموعة وصلت لباب المول، بس ستيف ما كانش موجود علشان يفتح الباب. الزومبي بدأوا يتسلقوا السلالم والرجالة فتحوا النار لغاية ما آنا ظهرت علشان تدخلهم. مش عارفين يقفلوا الباب تاني علشان الزومبي ماسكينه، فالفريق ما كانش قدامه غير انه يجري. ولما اتجمعوا مع الناجين التانيين المجموعة ومعاهم الكلب جريوا على الأسانسير وقفلوا الأبواب قبل ما الزومبي يعرفوا يوصلوا لهم. وصلوا للجراج ووبخوا ستيف لما لقوه هناك. المجموعة اتقسمت نصين علشان يركبوا الأتوبيسين ويهربوا من المول بأنهم يكسروا أبواب الجراج. الزومبي على طول حصروا العربيات وده خلى الحركة صعبة. الناجين فتحوا النار من الشبابيك وستيف كمان استخدم منشار كهرباء علشان يقتل كام زومبي. وبما ان الزحمه كانت لسه كبيره ومش عارفين يتحركوا، سي جي رمى خزان وقود تاني وضربه علشان يعمل انفجار جديد يفتح الطريق بسهوله. الاتوبيسين انطلقوا بسرعه في المدينه وما كانش بيوقف طريقهم غير العربيات. كينيث شاف زومبي متعلق في الاتوبيس ولف فجاه علشان يحاول يوقعه، وده خلى جلين يقع مع المنشار الكهربائي فوق مونيكا. الاتوبيس فقد السيطره وخبط في سور وده خلاه يتقلب على جنبه، والاتوبيس التاني بيرجع علشان يساعدهم. ستيف لقط مسدس ورفض يساعد كينيث، طلع لوحده وزومبي نط عليه. الناجين التانيين جم علشان ياخدوا صاحبهم وآنا اتدمرت
لما اكتشفت إن المنشار الكهربائي قتل مونيكا وجلين، ولما لفت ستيف اللي بقى زومبي حاول يهجم عليها فأنا ضربته في دماغه. تيري قتل الزومبي اللي جه مع الأتوبيس، والطلقات لفتت انتباه مجموعة كبيرة. الرجالة فتحوا النار علشان يكسبوا وقت علشان أنا كانت ورا وبتاخد مفاتيح المركب من جثة ستيف. ضربت كام زومبي كمان وبفضل مساعدة أصحابها وصلت للأتوبيس. مايكل شدها لجوه وسي جي قتل المخلوقات اللي على الباب علشان يعرفوا يقفلوه. في النهاية الأتوبيس انطلق بأقصى سرعة وعدى من بوابة علشان يوصل للرصيف. كان هيقع في المية بس لحسن الحظ اتعلق على الطرف. الناجين بدأوا يجروا ناحية المراكب والزومبي وصلوا للمكان برضه. للأسف سي جي اتحاصر فراح ضارب آخر خزان وقود معاه علشان يوقع كل الأعداء ومات في العملية دي. باقي المجموعة استعدت علشان تمشي بس مايكل أعلن إنه ما ينفعش يروح معاهم لأنه اتعض. قال لأنا مع السلامة وزق المركب علشان أصحابه يكونوا في مكان آمن. بعد كده خلص نفسه بطلقة. في النهاية أنا وكينيث ونيكول وتيري والكلب نجوا، وهما بيجروا لقوا مركب فيها زومبي جواها وقتلوه بسرعة. وبعد أيام كتير لما المركب بتاعتهم خلص منها الوقود والأكل كمان بدأ يبوظ، وصلوا لجزيرة واكتشفوا إنها مليانة زومبي برضه. والفيلم بيخلص هنا ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.